دمها وكثرت ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. بناتي أبنائي المتزوجات والمتزوجين سلام الله عليكم جميعا. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم جميعا بأسماء عبارات الشكر والتقدير لحضوركم هذا الحفل البهيج ومشاركتكم فرحة التتويج كل من بناتنا وأبنائنا المتفوقين احتفاء بهم بحصيلة كدهم واجتهادهم. لا داعي للتأكيد على الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الحفل، ليس فقط لكونه يندرج في إطار الاحتفال بنهاية سنة دراسية، ولكن أيضا لكونه يتزامن مع احتفالنا بذكرى عيد العرش المجيد واعتزينا بروابط البيعة والتلاحم المتين بين الشعب المغربي الأبي والعرش العلوي المجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة. اليوم نحتفي ونحتفل بثلة من التلاميذ النجباء، تلاميذ الذين بصموا استحقاقات 2023 بمداد من ذهب، لأن هاد التلاميذ قدروا يحققوا نتائج جد متميزة. هاد السنة هذه عندنا جوج ديال المسالك اللي احتلت المراتب الأولى وطنيا، مسلك الاقتصاد وأيضا مسلك الآداب. ايضا هذه السنه هذه قدرنا نحققوا في الدوره الاولى، يعني في مجموع الناجحين 50% منهم كلهم بميزات مستحسن حسن وحسن جدا. ايضا من بين المحطات المتميزه داخل الجهه عندنا تلميذه اللي اخذت يعني اللقب ديال ملكه الرياضيات، واللي ايضا مثلت المغرب في اليابان احسن تمثيل. عندنا ايضا اساتذه السنه واللي هما يعني احتلوا المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه على التوالي على الصعيد الوطني، وهذا يشرف المنظومه التربويه بالاكيد. هاد النتائج هادو واللي عندنا فيها اعلى معدل هو 19.30 هو دليل على واحد العمل قاعدي كيقوم به الاطر التربويه والاداريه، ولكن ايضا بتعاون وتاطير من الاسر والامهات والاباء، لانه الدور ديالهم محوري في هذه العمليه. هي فرصه باش نوه ونشكر جميع المتدخلين وجميع المساهمين والشركاء ديال المنظومه من سلطات امنيه، سلطات منتخبه، مجتمع مدني، يعني بجميع الاطياف ديالو، وايضا امهات واباء واولياء التلاميذ ورجال الاعلام الذين يواكبون معنا محطات التميز. شكرا لكم لتغطيه الحدث معنا، واهلا وسهلا بكم في هذا الحدث. السلام عليكم، الاسم ديالي انس ارفاك، حاصل على معدل 19.33 بشعبه العلوم الاقتصاديه كاول معدل على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني ايضا. انا جد فخور بهذه النتيجه، واليوم تم دعوتنا من طرف الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة لتتويجنا بهذه النتيجة هذه، وكنشكرها على هذه الالتفاتة هذه. وفي هذا الحفل هذا كيدخل في إطار الالتزام ديال الجهة بالتشجيع ديال المتفوقين، وايضا نشر ثقافه ديال التميز بين التلاميذ. وان شاء الله كنتمنى التوفيق للجميع والاستمراريه، ايضا مزيد الاستمراريه لهذه الجهه. بالنسبه للنصيحه ديالي للتلاميذ بصفه عامه، انهم يحاولوا انهم يكونوا ملتزمين، ينظموا وقتهم، يبداو من الاول، لان العمل كيبدا من الاول ديال السنه، ويعني ما يعجزوش، يحاولوا انهم يعطوا كل ما افتقدوه، وفي نهايه المطاف ربي راه ما كيخيبش العمل تاع العبد ديالو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم اسماعيل المفكر، طالب سنه ثانيه من الاقسام التحضيريه رضا السلاوي اكادير، بالمتفوقين في امتحان في مباراه الولوج المدارس العليا بفرنسا. انا جد سعيد بهذا التتويج اللي دار في حفل التميز واللي منظمه الاكاديميه الجهويه لسوس ماسة. بطبيعه الحال هاد النتائج هادو ما جايينش من فراغ، جايين واحد العمل اللي طويل ودؤوب طيله السنتين هذه في الاقسام التحضيريه. بطبيعه الحال من بعد فضل الله سبحانه وتعالى والمجهودات اللي بذلوا الاباء ديالي، خصوصا في المواكبه
ديالي طيله هاد السنتين هادي، وبطبيعه الحال كتبقى كما كيقولوا حلاوه ديال الفوز من بعد واحد العناء اللي كان طويل بزاف وفيه تماره طيله هاد السنتين كما ذكرت. وكنتمنى ان هاد اللحظه هادي يدوزوها جميع المقبلين على هذا المسار هذا بطبيعه الحال، ويشاركوهم مع والديهم بحال هذا النهار هذا. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم هبة أرجدل، حاصلة على معدل 19.21 بامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي. أنا جد فخورة بهذه النتيجة التي حصلت عليها، وهذا كله بفضل مجهوداتي ومجهودات الأسرة ديالي والأطر التربوية الإدارية تاع المؤسسة ديالي. كما أود شكر الأكاديمية الجهوية لسوس مسا على هذا الحفل الجهوي الذي يسعى إلى دعم التلاميذ المتفوقين. ننصح التلاميذ باش أنهم يبداو بريباراسيون من الولد العام وما يكزوش، باش انهم يخدموا من بدايه العام وماشي غير يتسناو حتى يوصل الجهوي، وخصهم يخدموا ما يكزوش وصافي. السلام عليكم، اسمي رانيا كيسا، طالبة في السنة الثانية في أقسام التحضيرية للولوج إلى مدارس العليا للتسيير والمقاولات. لي الشرف أنني نحضر هذا الحفل التميز، وكنشكر المديرة ديال الأكاديمية، وكنشكر الأقسام التحضيرية رضا السلاوي بأكادير بأطورها وأساتذتها، وكنشكر العائلة ديالي اللي كانت دائما السند ديالي، وكنهنئ المتفوقين والزملاء ديالي أيضا.